عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعة بشغل جديد من مكان جديد، تنفيذ أخوكم خالد الفخراني لبناء أبراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا منفذين عنبر 4 في 10، ما شاء الله حاجة محترمة. بصوا يا جماعة، انا مش عايز اتكلم، انا عايز اخلي الشغل هو اللي يتكلم ويوريكم ويشرح نفسه بنفسه. بصوا الجدران يا جماعة وبصوا الفخارة. الشغل بتاعنا ده عنبر 1000 جدوس او 1000 فخارة كبيرة، جاهز انه يشيل 500 جوز حمام بلدي. تمام. احنا معلقين الخشب علشان انا ماشي مش موطي، ماشي اهوت. الحمام هيوقف على الخشب ده رايح جاي. الفتحات ده اهي او الشباك ده هوت هيتسك سلك وهنعمل له طاقة علشان هيطلع منه بعد كده الحاجة اسمها منشر الحمام، هنشرحه لحضراتكم بعد شوية. تمام. ادا كمان شباك وادا كمان شباك. تمام. النهاردة احنا بننفذ في محافظة الإسماعيلية عند راجل محترم وشخصية كانت وش الخير لمصر ولكل المصريين. بننفذ عند اللواء محسن الفنجاري. كلنا نعرف الراجل ده اللي قال تحية لشهداء 25 يناير، كلنا عارفين. ربنا يبارك له ويطعمه منه خير. النهاردة العنبر ده يا جماعة المنشر ده باختصار هيتسك سلك، هنعمل عمدان حديد في جانب ده، في جانب العمود ده مثلا هيطلع عمود حديد وهيتبرشم كله سلك. الحمام هيطلع من الفتحات ديت واللي هناك ديت للمنشر الخارجي، هيكون للحمام علشان يلعب فيه ويتنشر فيه ويكون فيه تهوية للحمام والحمام يتنشر فيه واكله وشربه فيه في الصيف والشتاء. اللي ما اتعملوش تحت دول هيتعملوا سيراميك، النص متر التحتاني ده هيتعمل بالسيراميك. تمام. ادي الباب الرئيسي للعنبر. تمام. يبقى انا عامل بابين، عنبر خارجي وعنبر مموه اللي هو في الناحيه ديت علشان حاجه بتهدي ما تكونش مكشوفه. وده برج حمام عليه حمام، ربنا يزيد ويبطعم صحابه خير. النهارده انا عايز نوريكم برضو العنبر من الخارج اهو يا جماعه. بس الشغل بتاعنا يا جماعه شغل كويس ما شاء الله، مش محتاج اي كلام. تمام. اهو طبعا المتر برضو ده هيتعمل سيراميك، نفس الكلام بتاع ده. تمام. هذا سيراميك وده هنعمل التحتاني ده سيراميك. تمام. الكتوف ديت بتدي متانة للعنبر في الصيف وفي الشتاء وفي الهواء والكلام ده والأتربة. العنبر كله اهو ارتفاع 3 متر، 4 متر عرض، في طول 10 متر. برضو اللي تحت ده زي ما قلت لحضراتكم هيتعمل بالسيراميك. ده الخشب اللي باين منه ده علشان السجاير. الشغل بتاعنا طبعا ده تنفيذ أخوكم خالد الفخراني لبناء أبراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. تليفون 010 6910 4196. اهو يا جماعة العنبر الجنب الرابع اهو عشان نبقى شرحنا لحضراتكم كل شيء بما يرضي الله. ده الشغل بتاعنا لسه احنا منفذين من امبارح، خلصنا ونفذنا. تمام. الشغل بتاعنا اهو. طبعا الزيادات ده اهي، الزيادات الخشب اللي هناك ده اهو، كل ده الحمام هيطلع من هنا هيسند هنا. وده هيكون بص يا جماعه اللي انا قلت عليها من شويه، هنا هيكون في عمود هنا، وقصاد العمود اللي هناك ده قصاد ده هيتقفل سلك، ده هيكون منشر. الحمام هينشر، هيبقى طول النهار هنا، يلعب هنا ويسكن هنا ويعمل عمليه التزاوج والاكل والشرب ويدخل على النوم على مرحله تاكيل الزغاليل. شاكر للمتابعه ونتمنى نكون عند حسن ظنكم دايما.
ومن جديد للجديد كل يوم يا رب. دعواتكم لينا بالتوفيق وبتسهيل الحال وتيسير الحال، ويكفينا شر العين احنا وانتم يا رب. ربنا يطعم لاصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.